إن أبا النبي صلى الله عليه وسلم مات على الكفر وهو في النار. والمسجد شامل له، أليس كذلك؟ طيب، نقول لا حجة لكم في هذا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دفن وبيته مستقل عن المسجد، ولكن لما وسعوا المسجد كأنهم في ذلك الوقت ما رأوا مثلا الفسحة إلا من الجاهلي، فدخلت الحجرة في المسجد، فهي حجرة في مسجد وليس قبرا في مسجد. عرفت؟ يحتاجون بالقبة أيضا يا شيخ. القبة عاد عسى الله سهل هدي، القبة عاد عسى الله سهل هدي، القبة عاد عسى الله سهل هدي. مثل ما قال خطيب من خطباء في العيد من نحو 5 سنوات في المسجد الحرام، قال: أيها الحجاج، لا تبطلوا حجكم بالتبرك بقبر محمد. لا يستحون من الله، لا يستحون من المؤمنين. لهم كتاب يسمونه مغني المريد الجامع لشروح كتاب التوحيد على زعمهم. هذا الكتاب 8 مجلدات، هو الكتاب كله موجود عندنا، بس صعب واحد يبقى عامل تريلا وراه وماشي. في المجلد الرابع منه بيقولوا: قال أبو مصعب: تحرق الحجرة بل تهدم. بيقول تحرق بل تهدم. شو بيرجع بيقول؟ وإذا كان هذا في الحجرة فكيف بالقبة؟ الله أكبر، الله أكبر. قال حجرة النبي تحرق، شو رجع قال؟ بل تهدم. شوفوا ما أنجسن، كم يحملون في نفوسهم على رسول الله. يعني بدي أسألكم سؤال: الأمة الإسلامية من عهد الصحابة وإلى اليوم ما شافوا قبر النبي في الحجرة النبوية؟ ولما وسع المسجد صارت الحجرة بيت عائشة مكتنفا ضمن المسجد. الأمة رأت ذلك أم لا؟ من عهد الصحابة وإلى الآن من الأمة ومن علماء الأمة قال إن حجرة النبي تحرق أو تهدم، أو قال أزيل القبر؟ حتى قال أبو بكر الجزائري، دكتور أردني من آل حوامدة، سمع الجزائري يقول: والله لن يستقيم الإسلام حتى تخرجوا هذا القبر من هنا، عن قبر النبي محمد. أبو بكر الجزائري عمل محاضرة مرة في الرياض، قال: لقد استطعنا أن نزيل كل أوسان الجزيرة العربية ولم يبقى عندنا إلا وسن القبة الخضراء. يقولون عن النبي محمد وسن لأن القبة الخضراء وتحتها قبر النبي. لذلك كان يقولوا أهل مكة كفار، هن هول المجسمة يقولوا أهل مكة كفار لأنهم يعبدون خديجة، لأنه قبر خديجة هناك ويزار. شو يقولوا؟ وأهل المدينة كفار لأنهم يعبدون محمد وحمزة. تصوروا يا إخواننا الألبان